ايه الاخبار؟ بقول لك ايه، قبل ما نبدا الفيديو اضغط على طريقه التقديم اللي انا بقدم بيها الفيديو. ممكن تكون طريقه بسيطه وتقليديه، بس عايز اقول لك ان الكلام اللي هقوله في الفيديو ده هيفرق جدا معاك، وركز على كل كلمه هقولها. معلش لو طريقه التقديم مش هتكون افضل حاجه، او مش اللي هو اليوتيوبر العظيم اللي انت تسمع له الفيديو وتبقى متاثر بيه. اي نعم ممكن تكون طريقه التقديم بتاعتي بسيطه، بس المحتوى او الكلام اللي هقوله مهم جدا ليك. فبعد اذنك ركز معايا 5 دقايق بس، ومش هاخد من وقتك اكتر من كده، لان الكلام اللي هيتقال مهم جدا انك تضيع من وقتك 5 دقايق فيه. طبعا كلنا بندور على النجاح، وكلنا بنكون نفسنا ان الناس تشاور علينا وتقول والله الشخص دوت ناجح ومحدش بقى زيه. بص يا عم وصل لايه من ايه، وبص هو بقى فين دلوقتي وازاي نجح وعدى وخلاص ده محدش بقى زيه. فللاسف تقريبا بقى في شريحه كبيره جدا نفسها تنجح للناس، مش ليها هي، يعني عايزه تنجح علشان الناس تتكلم عنها وتقول عليهم ان هم نجحوا وعدوا وخلاص وصلوا. وفي نفس الوقت في ناس ثانيه عاوزه توصل للنجاح وتذوق طعم النجاح ومش عارفه تنجح ازاي، او ان هي ازاي توصل للنجاح اللي كل الناس بتتكلم عنه. فممكن تسمع فيديوهات لشباب في سنهم بيتفسحوا في اماكن غاليه وبياكلوا وبيناموا في احسن الاماكن ومعاهم عربيات وفلوس والحياه معاهم زي الفل، فبيشوف ان الناس ديت نجحت، بس هو مش عارف نجحوا ازاي، وكانه مستني حد يوصف له وصفه النجاح ويقول له على المقادير اللي هو محتاجها علشان ينجح زيه. بس تقريبا يا صاحبي الوصفه ديت مش بتنفع مع كل الناس، وفي الاخر بيحس باليأس والاحباط. ده كمان ممكن يحس ان ربنا مش عادل علشان هو بيتعب وطالع عينه وبيدور على النجاح ومش قاعد ومش قادر يوصل لحاجه، والناس ديت يعني نجحت بالحظ او بالصدفه. يعني هو ممكن يسمع ان واحد عمل له فيديو يتشهر بسرعه وبقى عنده فلوس كتير جدا وهو مش عارف ينجح زيه، يعني هو مش عارف ينجح زيه ولا يكون زيهم حتى. فانا دلوقتي عايز اقول لك ان في 5 حاجات لازم تتعلمهم في حياتك علشان تنجح. رقم 1 وهي الثقه بالنفس. عارف انك ممكن تكون سمعت كتير وشفت مليون فيديو عن الثقه بالنفس، بس خليني اقول لك ان طول ما انت ثقتك بنفسك مهزوزه مش هتقدر تتحرك لقدام. كل ما تاخد خطوه وتنجح تشك في نفسك وفي قدراتك وتقول لروحك انا مش قد التجربه ديت، او انا ما ينفعش اكون هنا. وصدقني يمكن هو ده الطريق اللي هيوصلك للنجاح. او بالمثال مثلا بتاعنا ان ممكن يكون دوت الشارع اللي انت بتطلع منه هتلاقي روحك كده واقف في محطه النجاح، بس انت علشان شايف نفسك قليل ومش واثق في نفسك ولا واثق في قدراتك وفي امكانياتك، فبتقول لنفسك لا الشارع دوت صعب والطريق دول صعب وانا ما ينفعش امشي فيهم اصلا، واخاف لو حاجه جبلتني مش هعرف اعديها ولا اقدر اوصل. انت كده بتعطل نفسك انك توصل لمحطه النجاح اللي هي في اخر الشارع، وده لانك ببساطه شايف نفسك قليل وضعيف وما عندكش ثقه في نفسك. فاول امر انت محتاج تتعلم انك تكون واثق من نفسك. وعلشان مده الفيديو انا مش هتكلم عن ازاي تبني ثقتك بنفسك، بس لو عايزني اتكلم عن فيديو مخصوص عن الثقه بالنفس يا ريت تكتب لي في التعليقات. تاني حاجه بقى مهم انك تتعلمها وهي الاصرار على التنفيذ. فخلينا في المثل اللي احنا كنا بنقوله، انك علشان توصل لمنطقه النجاح انك تمشي في الطريق دوت وهو اللي هيوصلك للنجاح، او انك تدخل من الشارع دوت وعلى اخر الشارع هتلاقي محطه النجاح. فانت بقى عندك الثقه بنفسك وبدات فعلا انك تدخل الشارع، بس مع اول مطب في الشارع واول حفره وقعت فيها بتلف وتقول لنفسك انا مش هكمل وخلاص. ديت اكبر كارثه انت بتقع فيها. فتاني حاجه مهم انك تتعلمها وهي الاصرار على التنفيذ، انك تقف وتكمل وتمشي. انا مش بقول كلام محفز ولا كلام تحفيزي، بس هو ده الواقع، هو ده المطلوب، انك تاخد السكه من اولها لاخرها وانك تصر انك توصل للنجاح. يعني خليني اقول لك مثلا انك شايف بمنظورك كده ومتخيل ان الشارع ده هو اللي هيوصلك للنجاح وان على اخر الشارع ده النجاح، بس مع اول مطب وقعت فيه رحت لافف وراجع تقول انا هاخد طريق تاني يوصلني للنجاح، او انا هشوف حته تاني انجح فيها، ودخلت في الحته ديت ورحت واجع برضه ورحت قلت لا انا مش هكمل. فلو كل شارع تدخل فيه او كل حاجه تحاول انك تعملها علشان تنجح بس بتقع فيها وبترجع تاني ومش عندك الاصرار انك توصل للنجاح، انت عمرك ما هتوصل لاي حاجه فيها نجاح ولا عمرك هتنجح. فتاني حاجه مهم انك تتعلمها ان يكون عندك اصرار على التنفيذ. ايوه انا مشيت في الشارع ده وانا واثق من نفسي وهكمل وهجيب اخر الشارع دوت مهما كانت الحاجات اللي هتقابلني، مهما كانت الصعاب اللي هتقابلني، مهما كانت التحديات اللي هتقابلني، هرجع وهقوم وهكمل لحد ما اوصل للنجاح اللي انا عايزه. فخليني اقول لك ان اي طريق للنجاح دايما بيكون صعب ومش بسهوله انك توصل للنجاح، واي حد هيقول لك غير كده فهو بيكذب عليك. بس انت خليك مصدق في نفسك وكمان عندك الاصرار انك توصل. فالطريق النجاح بيكون طويل وعاوز واحد يكون عنده نفس طويل مش قصير علشان يقدر يكمل ويجيب اخر الشارع. تالت حاجه بقى وهي انك تتفائل كل يوم وتقول لنفسك بكره هوصل ومسيري هطلع من الشارع دوت الصعب اللي انا ماشي فيه وهوصل لمحطه النجاح وساعتها هرتاح. فخليك دايما متفائل، وعايز اقول لك ان اكسجين النجاح هو التفاؤل، هو اللي بيديك النفس الطويل علشان تكمل، هو التفاؤل. فبتبقى واثق من نفسك وانت ماشي في طريقك للنجاح وعندك الاصرار انك لازم توصل ولازم تنجح، متفائل
دايما ان في وقت من الاوقات هتطلع من الطريق والشارع الصعب ده مسيرك هتوصل. رابع حاجه بقى، اوعى تقارن نفسك باي حد. ما تقولش اصل فلان دوت وصل قبلي، ولا فلان خد طريق تاني ووصل للنجاح اسهل واسرع، ولا تقول اصل فلان دوت معاه عربيه ودنيته حلوه ومعاه طياره ممكن يحب يروح في اي مكان وينجح في اي حته هو بيكون فيها. انا عمري ما هبقى زي فلان، ولا بص يا عم ده بص نجح ومعاه اوعى تقارن نفسك باي حد. فانت غير اي حد، انت ليك سكه ورحله، وربنا خلقنا كلنا مختلفين علشان كل واحد يستمتع بالرحله بتاعته وبالنجاح بتاعه مش بنجاح غيره. فلو خلقنا كلنا نفس التشابه ونفس المقدار ما كناش هنحس بطعم النجاح ولا بطعم الرحله ولا بحلاوه الطريق ولا بالاختلافات اللي بتميزنا عن بعض. فما تقارنش نفسك بحد، قارن نفسك بنفسك امبارح واسال نفسك انا قطعت مسافه قد ايه عن امبارح، وانا ماشي في ناحيه النجاح ومكمل ولا لا، والحلم اللي عايز اوصل له انا لسه زي ما انا ولا خلاص يعني قطعت مسافه فيه. فشوف نفسك وعدل وصلح في نفسك عشان تقدر تكمل وتوصل لاخر سكه في النجاح. اخر حاجه واهم حاجه بقى، فاكر لما كنت بقول لك انك عشان توصل للنجاح تخيل انك ماشي في شارع صعب، بس اخر الشارع دوت هتلاقي محطه النجاح، وانك لازم تبقى واثق من نفسك، وانك تكون مصر على النجاح والوصول، مش كل ما ترجع تقول لنفسك انا هرجع. انا عايز اقول لك بقى في رقم 5 ديت ان في الطريق النجاح دوت ممكن تلاقي ناس محبطه ما عندهاش الاصرار ان هي توصل للنجاح، فبتلف وبترجع. بس وهي راجعه بقى هتلاقيها بتقول لك يا عم ارجع معانا ده الطريق صعب ومش هتقدر تكمل ومش هتقدر توصل وعمرك ما هتوصل. بقى خلي بالك كويس من كلام الناس المحبطه ديت، وما تسمعش لكلام الناس المحبطه اللي ما قدروش يكملوا ويوصلوا فمش عاوزين حد يكمل ويوصل زيهم. فالخمس حاجات اللي لازم تخلي بالك ليهم هم دول اللي هيساعدوك انك توصل وتنجح، انك تبقى واثق من نفسك، وانك تكون مصر على النجاح، كمان تكون متفائل ومش بتقارن نفسك باي حد، ومش بتسمع لكلام الناس المحبطه اللي هم ما قدروش يوصلوا. انا كده خلصت الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وتقول لنا في التعليقات حابب نتكلم عن ايه الفيديو الجاي. كمان ما تنساش انك تشاركنا في التعليقات برايك عن طريقه التقديم، ولو عجبتك او فيها حاجه حابب ان احنا نعدلها يا ريت تقولها لنا برضه في التعليقات. سلام.